في 3 ابريل 2021 بالظبط شفنا حفلة كبيرة جدا لنقل اكتر من 20 ملك وملكة من متحف التحرير للمتحف الجديد اللي هو متحف الحضارة. كل العالم شاف الحدث ده، وفي ملكة لفتت انتباه كل الناس، شعرها احمر وتقيل، ده غير انها في اوائل الستينات من عمرها. حتى ملامحها اثرت انتباه كل الناس بجمالها بالرغم ان هي موميا. دي بقى الملكة تي، بس محدش كان يعرف ان هي مثال على الست المصرية. تعالوا بقى نشوف جدة المصريات الملكة تي في حلقة النهاردة في قصة إنسان بتاعة النهاردة. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان نستمر وده بيشجعنا، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. أول ما ندخل المتحف المصري في التحرير هنلاقي فيه تمثال كبير جدا لراجل وست، هما الاتنين في طول بعض، وده حسب التقاليد في الفن المصري القديم مخالف ان تكون الست بطول الراجل. بس هي دي قصة النهاردة، قصة الملكة تي وجوزها أمنحتب الثالث. قبل ما نحكي عن الملكة تي لازم نعرف وضع مصر وقتها. مصر كانت وقتها إمبراطورية كبيرة جدا، واخدة النوبة وأجزاء من ليبيا وأجزاء كتيرة جدا من بلاد الشام، ده غير علاقتها الكويسة مع الممالك المجاورة زي مملكة ميتاني، مملكة عراقية. كان كل ما يجي ملك ميتاني جديد لازم يبعت بنته لملك مصر علشان يتجوزها، في المقابل ملك مصر هيبعت حبوب وتماثيل من فضة وذهب للملك الميتاني، وده حفاظا على العلاقات الودية ما بينهم. نيجي بقى في أخميم في مصر هنلاقي يويا وتويا، أبو وأم الملكة تي كانوا مصريين. أبوها كان شغال في منصب كبير في المعبد، ده غير إن هو كان رئيس الأحصنة والمراكب الملكية في القصر. أما أمها كانت برضو ليها منصب ديني كبير في المعبد، ده غير انه من المرجح ان هي كانت رئيسة الوصفات ام أمنحتب الثالث. خلفوا بنت اسمها تي، كانت جميلة جدا، ملامحها هادية، ده غير ان هي كانت ذكية وذكائها أبهر كل اللي حواليها. هي كان من عامة الناس ومش من الأسرة الملكية، بس يشوفها أمنحتب الثالث يحبها. في الوقت ده كان لازم الملك يتجوز من واحدة من العيلة الملكية، بس أمنحتب يقرر إن هو يتجوز من تي. تخلف منه ولدين، تحتمس اللي هو كان ولي العهد بس يموت بسبب مرض، فيبقى أخوه الثاني أمنحتب الرابع هو ولي العهد، ومستقبلا هو إخناتون. وخلفت برضو 3 بنات. في مصر القديمة ما كانش فيه لقب الملكة، بس كان فيه ألقاب تانية تعادل اللقب ده، زي الزوجة العظمى أخدته الملكة تي، ده غير إن هي خدت لقب الأم الملكية. أما بقى في ألقاب بتدل على قوتها، زي مثلا سيدة الأرضين، واللقب التاني اللي هو ابن الملكية والأخت الملكية. الألقاب دي كانت بتتاخد للبنت أو الأميرة من الأسرة الملكية اللي هي زوجة الملك. أما هي كانت من عامة الناس، وده يدل إن أمنحتب كان بيحبها جدا لدرجة إن هو كسر قواعد وبروتوكولات ملكية علشان تي. حتى أمنحتب الثالث مثلا جوزها اصطاد 102 أسد في حياته، فكتب ده في جعران. غير كده كمان هو كتب اسمه ومعاه اسمها، مع إن هي أساسا ما حضرتش الرحلات الصيد دي، بس هو كان بيحافظ إن يخليها بتشاركه في كل حاجة. ده غير إن هو كان بيحط اسمها في الرسائل الملكية ما بين مصر والممالك التانية، وده كان جنب اسمه. وزي ما عرفنا في الأول إن ملك ميتاني لازم لما يجي لازم يبعت بنت من بناته لملك مصر، في المقابل ملك مصر هيبعت تماثيل وحبوب وذهب وفضة لملك ميتان. تي بقى هتروح بذات نفسها علشان تجيب الأميرة الميتانية، وده حصل مرتين مش مرة واحدة، لأن هي كانت عارفة حجم مكانتها في قلب وعقل جوزها، وهي كان عندها هدف، هي عايزة مصر مستقرة وأسرة تديها كل اللي تقدر عليه، وبالتالي تغاضت عن ده. ده غير ان مكانتها في قلب جوزها هي الأولى، والدليل على كده ان أبوها وأمها بالرغم ان هم مش من العيلة الملكية بس هيدفنوا في وادي الملوك، ودلوقتي هم موجودين في المتحف في التحرير، وبالتالي تغاضت عن كل ده. بس أمنحتب بنى ليها قصر كبير خاص ليها، غير كده كمان حفر ليها بحيرة كبيرة جدا، غير ان هو بنى ليها معابد علشان تتقدس فيها روحها. ده غير في حفلة 30 على جلوسه على العرش ما كانش ينفع ان يتذكر في السجلات اسم غير اسم الملك، بس كتب اسمها معاه. بعد كده هيتعب جوزها، وفي أواخر أيامه هي اللي كانت بتحكم مصر، وده كان ظاهر في الرسائل ما بين مصر والدول الخارجية، كان بتكتب الرسائل باسمها. وتولى بقى ابنها إخناتون الحكم، وطبعا عارفين ان هو عمل ثورة دينية على عبادة أمون، ودي كانت أول ثورة دينية تتعمل للتوحيد، كأول بشر يعمل الحكاية دي. المهم كانت عارفة إن كهنة أمون مش سهلين وكل الشعب ميال ليهم، علشان كده فضلت في طيبة علشان تحمي ابنها.
وهو نقل العاصمة لأخيتاتون. طيبة في الوقت ده كانت هي مركز أمون والعبادة بتاعته، وكل الكهنة كانوا موجودين في طيبة، علشان كده فضلت ان هي تفضل في طيبة وما تروحش مع ابنها، علشان هي تحاول تخلي الأوضاع مستقرة وحيادية ما بين أمون وما بين ابنها. وهنلاقي من قوتها ومكانتها السياسية الملوك والأمراء كانوا عمالين يخاطبوا الملكة تي علشان تساعدهم مع إخناتون، لأن إخناتون في الوقت ده كان مهتم بس بالثورة الدينية. فمثلا من ملك ميتان بعت رسالة للملكة تي بيقول فيها: أنت تعرفين أن نيموريا، وده كان اسم إمنحتب الثالث في اللغة العراقية القديمة، كان على علاقة طيبة معي، وما كتبته إلى زوجك وما قلته تعرفينه، وأيضا ما كتبه زوجك وما قاله أيضا تعرفينه، وكل ما دار بيننا لا أحد آخر يعرفه غيرك. غير كده كمان رسالة تانية من ملك ميتان لإخناتون بيقول فيها: كل الكلمات التي تحدثت بها مع والدك الأم تي تعرفها، ولا أحد آخر يعرفها غيرها. يمكنك أن تسأل الأم تي عن ذلك، دعها تخبرك عن والدك الذي كان على علاقات طيبة معي. تروح تي لابنها أخيتاتون علشان تنصحه، بس مفيش فايدة منه. ترجع تاني علشان تمارس سلطتها في طيبة، بس تموت في السنة ال14 من حكم إخناتون. ومع الموت ده تبدأ كل الفوضى على إخناتون وأعدائه يكتروا عليه، لأن خلاص تي ما بقتش موجودة. زي ما شفنا تي هي مثال على المرأة المصرية عبر العصور، زوجة قوية، أم همها كله هي عيالها، وليها الكلمة المؤثرة على جوزها، وساعات بتحكم مع جوزها. وبس، دي حلقة النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.